السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كامل على خير. وهذا الفيديو يلقاكم بأتم الصحه والعافيه. فيديو جديد غادي يكون زاهي ومزهزه، كله ملون كما كتشوفوا. غزال. علاش؟ لان غنركز فيه على الخضره. كاين بزاف ديال الناس اللي ما يحملوش هذا الفيديو هذا، وانما حاولوا انكم تشوفوا، لان الخضره راه ما كاينش بحالها بالنسبه للجسم ديالنا. زياده على ذلك فانا قررت باش نشارك معكم طريقتي في شيء او لا شواء الخضره، باش نرافقوا الاطباق ديالنا ديال العيد الاضحى اللي ان شاء الله بحول الله في الابواب او على الابواب. فغادي نشارك معكم طريقتي كيفاش انا كندير لكل خضره، كيفاش كنصايبوها في الخدمه ديالنا. كيجي الطريقه ديالها سهله في الدقيقه 90، يعني واخا يكون عندك تماره كحله فايام العيد كما كنعرفوا ديك 7 ايام الاولى كتكون المراه مسكينه في دارها، زعما اطوبي دي فاينه. فكنحاول انني نزيد نسهل عليك انك توجدي اطباق اللي يكونوا انيقين في نفس الوقت وما كياخذوش لك الوقت. فبالنسبه للاطباق اللي غادي نشارك معاك اليوم، اللي كما قلت لكم مركزين بزاف على الخضره، فخديت انواع يعني مختلفه. خديت الخيزو، خديت القرعه، خديت لي شامبينيون، خديت البصله، خديت الكولي فلور، خديت البونياطو او البطاطا الحلوه، خديت بزاف ديال الحوايج، الباذنجان او لا البرنخانه او لا الدنجال كما تنسميوه. غادي نهضر لكم على كل نوع من هذا الخضر هذا. علاش؟ لانني بغيت نزيد نقربكم منه اكثر. بالنسبه للخضر حنا عندنا في المغرب اكثريه، يعني من البيت ديالنا انا ولا من لا فامي ديالي انا، كنشوفهم بانهم ما كيركزوش على الخضره. الباز ديال الهرم ديالنا كله عجائن. اغلبيه المغاربه الباز ديال الهرم ديالهم ديال يعني الروتين الغذائي ديالهم كيكون باز ديالو عجائن، لي بات، حلويات، بغارر. اش غنقول لكم؟ فمن الاحسن اننا نديديكيو شي شويه ديال الوقت ونقراو بزاف على الفواكه، نقراو بزاف على الخضر كما قلت لكم، وندخلوه في الاكل اليومي ديالنا. فبالنسبه اليوم كما كتشوفوا، اول حاجه غادي نشاركها معكم واللي هي كلاباثا او لا هاد شو كيقولوا ليها بالعربيه، القرعه، القرع الاحمر اللي تتكون على شكل فيولين، يعني على شكل كمانجه كما تنقولوا حنايا، وهنا في اسبانيا كيسميوها كلاباثا فيولين، يعني بحال هكا هذا السميه ديالها. فانا حاولت انني نركز على جوج ديال الانواع من الخضر اللي تيكونوا برتقاليه، كما قلت لكم اللي هي البونياطو والكلاباثا او لا البطاطا الحلوه والقرعه، لانها كتحتوي على واحد النسبه عاليه من المضادات ديال الاكسده. فيها فيتامين ألف أو لا أ، فيها فيتامين جيم، وكتساهم حتى من الوقاية من سرطانات ديال الثدي والمعدة. حاولي أنك تدخلي القرعة في الأكل اليومي ديالك، حاولي أنك تخدميها بطريقة اللي صحية باش تقدري تستافدي منها أكثر، وكتزيد حتى من المناعة وكتقويها، يعني المناعة ديال الجسم ديالنا كتزيد تقويها. فهاد النوع ديال الخضر هذا اللي كيكونوا كما قلت لكم برتقالية، في هاد المنافع كاملة للجسم ديالنا. ففي المغرب الاغلبيه ديال الوقت القرعه يعني كتطيب في الكسكسو لا غير، او لا شي هكا شي سوب الا خرج شي واحد من الروتين ديالنا حنايا المعتاد ديال المغاربه كيدير بها شي صوبه. هذا هو الاستعمالات الاكثريه ديال الكلاباثا او لا ديال القرع. بالنسبه للنوع الثاني هو الجزر. فالجزر كما قلت لكم فيه نفس الفيتامينات او لا فيه نفس الفونكسيون اللي كدير لنا الكلاباثا وحتى البونياطو او لا حتى البطاطا الحلوه، حتى هي فيها نفس الاشياء اللي ذكرت معكم من قبل. فبالنسبه للصناوريه او بالنسبه للخيزو فكل شيء انا غادي نديرو في الفران. غادي ندير معكم واحد الطريقه اللي في الدقيقه 90. فبالنسبه للجزر غادي ندير ليه يعني عطريه بحال اللي معطرينو عطريه مغربيه، يعني دوك المقبلات اللي تنديروهم العطريه مغربيه. درت فيه الثومه هكاك صحيحه، قزبر ومعدنوس، درت شويه ديال الهريسه باش يجيني حار. هو الحاجه الوحيده اللي غادي تجيني حاره هي الخيزو. فهاد المقبلات ديالي كامله اللي كتشوفوا انا كنوجد معكم، فالوحيده اللي درت فيها الهريسه هي كما قلت لكم هاد الجزر هذا او لا هاد الخيزو هذا. فانا كيعجبني الحار. نتوما ما بغيتوش ديروا الهريسه ما ديروهاش، كنديروا بحال هكا في شي
ورق اللي كيكون كيدخل الفرن وكنسد عليه فحال هكا وما كنفوتش عليه 10 ديال الدقائق. الخيزو راه ماشي حتى كيولينا معجن وهو كيتسلق اولا تيتفور، عاد كنمشيو نزيدو نصوطيوه وعاد كنزيدو نعجنوه بواحد الفرشيطه كنزيدو نعطيوه الدق. الخضره كامله حاولوا انكم اغلبيه الاوقات تبلانكيوها. شنو تنبغيو نقولوا بلانكيار كنديروا الماء سخون، يعني من غير هاد الطريقه هذه اللي انا تنوريكم اليوم، اللي يعني كل شيء غادي نخشيوه في الفران. بلانكير لا فيردورا هو احسن طريقه باننا كنستافدوا من داكشي اللي هي فيها. كنسخنوا الماء كما قلت لكم في شي اويا اللي كتكون فحال هكايا، يعني ماشي تكون الومنيوم، ما تكونش الومنيوم، تكون اينوكس. من بعد ما كيسخن الماء فكنبلانكيو، يعني تنحطوا ديك الخضره ديالنا سواء خيزو سواء بروكولي سواء كولي فلور، اي نوع ديال الخضره ديالنا اللي كيكون بطبيعه الحال تتكون القوام ديالها قاصح، ماشي بحال مثلا غادي نبلانكيو مطيشه او لا غادي نبلانكيو شي حاجه اللي ما تكونش القوام ديالها قاصح كما قلت لكم. ومن بعد ملي تنعطيوها 2 دقائق ديال الطياب كنحيدوها وكنرميوها في الثلج. هذا هو بلانكير. ومن بعد كنصوطيوها غير بزويته بلديه وشويه ديال الزعتر والزعتره ومليحه وشويه ديال البزار، وهذا ما كان. بالنسبه للكولي فلور او الشو فلور كما تنقولوا، فهو كنعرفوا حتى هويا فيه بزاف ديال الفوائد، فيه الالياف، فيه البوتاسيوم، فيه الحمض الفوليك. هادشي كامل حاولوا انكم تبحثوا على كل خضر. الحمد لله وتبارك الله وصل عن المغرب عندنا عامر بالخضر، وكاين حتى الرخاء كومباراسيون. يعني من هنايا الناس اللي تيسكنوا في اوروبا فعندنا الرخاء في الخضره. الحاجه الوحيده هو اننا ما تنستغلوهاش. فكما كتشوفوا هنا بالنسبه للكولي فلور فانا نسمته بالطوميه او بالزعتر وزعتره، وغادي ندير فيه الموتزاريلا كما غادي تشوفوني هنايا تنديرها في الجنيبات ديالو. غادي نسمو بشويه ديال الثومه اللي تفشتها فيه هكاك صحيحه، وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، وهذا ما كان شويه ديال الاوريغانو الا بغيتو. الزعتر حتى هو تقدروا تحكوا عليه من الفوق، وكنغطيو ليه الوجه ديالو وكنخشيوه في الفران حتى هو. فكما قلت لكم الفران اللي كان عندكم كبير، هادشي كامل اللي انا تندير معكم تقدروا ترميوه في دقه واحده، ما تياخذش لكم الوقت، كيطيب يعني في واحد الكوسيون اللي تيكون سالودابل او اللي تيكون صحي، وفي نفس الوقت ما كتمشيوش اغوبيادوس، ما كتمشيوش مخنوقين. وراه خصني نسلق الخيزو بوحدو، خصني ندير الباربا بوحدها، وخصني البطاطا نديرها بوحدها، ومن بعد عاد نوجد الشرموله كل حاجه. كل شيء هادشي اللي كتشوفوا فيه، واغلبيه ديال الخضر تقدروا تخدموه بنفس الطريقه. بالنسبه لي شامبيون كما تتشوفوا فانا خديت هذا النوع هذا اللي تيكون بني، غندير فيه غير شويه ديال الليمه اولا شويه ديال الحامض، يعني اما الصفر اما هذا الخضر اللي انا كيعجبني اكثر لان الريحه ديالو والمذاق ديالو تيكون مجهد على الصفر. وكندير بزيره وشويه هكا ديال البصله اللي تكون مقطعه بشكل كبير مليحه، وسكينجبير حتى هو اللي تنقطعوه هكا على النص، بغيت غير النسمه ما بغيت شيء يبقاو لي الطريفات بزاف، وقزبر ومعدنوس، وكنخلط وتندير حتى هو في واحد الماعون وكنخشيه حتى هو الفران حتى هو كنغطيه بطبيعه الحال باش ما كيتحرق ليناش الوجه ديالو. اما بالنسبه للقرعه في اول الفيديو فراه كيف ما شفتوا رانا شرحتها، درتها بطريقه يعني هكا بحال المربعات مشرحه، ودرت عليها غير بزيره ومليحه وزويته بلديه، وخشيتها في الفران حتى هي، حتى من بعد عاد نوريكم شنو غادي ندير ليها. بالنسبه للباذنجان فاجيو ليا الباذنجان. حنايا في المغرب الاغلبيه ديال الناس كيشدوا الدنجال وقليه ما تقلي، وهو اصلا تيجمع بزاف ديال الزيت، وعاد كنزيدوا عليه بزاف ديال الزيت ملي تنديروا ديك الشرموله المعروفه ديالنا حنايا. فاليوم غادي ندير معكم ديك الشرموله اللي هي مغربيه بالطوكي مغربي ديالنا، يعني كما كنعرفوا الحامض، الثومه، التحميره انا كنخدم بالمدخنه، السودانيه، الكمون، هادشي كامل غادي نطحنوا بالمطيشه، يعني غير بالماء شويه ديال الماء والقزبر ومعدنوس، وغنطحن هادشي كامل وغادي نديرو من فوق هاد الرضاخص او هاد الدويورات ديال البرنخينه كما كتشوفوا رانا شرحتها باش تدخل فيها ديك العطريه وما تجيناش باسله. فعلى الذكر فقط بغيت نذكر معكم حتى المزايا ديال هاد الخضر اللي تتكون بنفسجيه فحال الدنجال اللي غادي نخدموا به اليوم، فهي معروفه بمضادات ديال الاكسده وكتساهم لينا حتى من الوقايه من السرطانات، كتزيدنا في التركيز، اي لاله كتزيد حتى في التركيز. فعاد ما تعطي لولدك الزبيب نهار اللي يمشي يدوز الامتحان فاعطيه الدنجال، وانما طيبيه بطريقه اللي تكون صحيه بحال ديال اليوم. ما نقدروش كنقولها وكنعاودها، راه ما نقدروش نقولوا باننا غادي نستافدوا من الخضر ديالنا وحنا كنديروا
كديروها بطريقه غلط. راه ضروري خاصنا نخليو الفيردوره ديالنا اولا الخضر ديالنا تكون كروكانتي، تكون مقرمشه، يعني واخا كنطيبوها تبقى في القرمشه ديالها. وراه حتى الدنجال حنا في المغرب كتقليه في نص يطرو ديال الزيت ولا في يطرو ديال الزيت، وعاد كتزيد تمعسو، وعاد كتزيد عليه ما نعرف نص ساعه هو تيطيب باش كيشرب ديك العطور اللي فيه. راه ماشي بالضروره، ما تنقولش ان الطريقه ديالنا المغربيه ما زويناش، راها زوينه وبنينه، وانما راه ماشي صحيه. فنحاولوا ان حتى بغينا نديروا زعلوك ديالنا نديروه مشوي، نحاولوا نبعدوا من القليان لان راه ما فيه حتى شي فائده. فبالنسبه الصوص كيف ما شفتوا راه انا خلطت كلشي داكشي اللي تنديروه في العطريه ديالنا المغربيه المعروفه، و رميتو هكاك على المطيشه، يعني درت غير جوج ديال المطيشات في هذه الكونتيتي كامله اللي شفتو ديال الدنجال اللي هما كانوا جوج ديال الدنجالات، وطحنت كلشي ودرت لهم الوجه ديالهم هكايا من الفوق، وعادي نخشيهم من الفران يعني من بعد شويه ديال البيريخيل اولا شويه ديال القزبر هكا من الفوق غير للتزيين، ونقيطه ديال الزيت كاع الا بغيتو يجيكم هكايا يعني بريو من الفوق ما يجيكمش شاحب، وكنخشيوه هكا الفران. يعني بغيتو ديروا عليه عصيره ديال الحامض حتى هو تقدروا ديروه، المهم تيبقى داكشي على حسب كل واحد. غير هو حاولوا نبعدوا من الزيوتات. انا راه الزيت وحاجه ديال القليل راه ما تدخلش عندي للدار، قليل ما عدا درت شي رغيفه تاع العسل لا غير. كنحاول نبعد من هذا الشيء ما امكن. بالنسبه للبونياطو اولا بالنسبه للنوع ديالنا البرتقالي اولا لهاد النوع ديال الخضر اللي كما قلت لكم كتكون اما صفراء يا اما برتقاليه، بحال اللي كنت هضرت لكم على الكرباسه اولا على اش كيقولوا لها القرعه او القرع الاحمر، فانا شويتها في الفران. فهذه تاني كيضرني في خاطري. علاش؟ لان البطاطا الحلوه في المغرب ما تستغلش ما تدارش. انا كنعقل على الوالده ديالي كديرها كلوايه، كديرها في قرعه وكتخليها حتى تتنبت وكتدير منها لوايه، يعني باش كتحطها في الشرجم ديال الكوزينه اولا كترونق بها الدار ديالها لا غير. والاغلبيه ديال الناس الا داروها كيديروها في طويجين هكا ديال حم الراس اولا كيخدموها حتى في الكسكسو. كاين الناس اللي يخدموها في الكسكسو، فحاولوا انكم ديروها حتى بهذه الطريقه، والله ما غادي تندموا. غادي تشويوها تخليوها حتى تخرج ديك التعسيله ديالها، وكيف ما شفتوا رانا وريتكم. وكديروا واحد الشلاضه اللي هي مغربيه، البصله ومطيشه وشويه ديال الخيار بصله، يعني غير هكا وغادي تلاحظوا داك الفرق ديال حتى ديك الشلاضه مع الكونتراست ديال الحلاوه. والله العظيم اللي كتجي رائعه بزاف. ودرت عليها شويه ديال النعناع من الفوق، اللي ما بغاش النعناع ما يديروش. فالثانوريا اولا الجزر ديالنا ولا الخيزو فكما كتشوفوا كيجي هائل بزاف، كيجي مشرمل. يعني ماشي بالضروره اننا نفوروه وعاد نوجدوا التشرميله بوحدها ونقليو التشرميله عاد نرميو فيها الخيزو ويزيد يطيب عاوتاني مره اخرى. فكان هذاك هو الشكل ديالو، رانا وريتكم كيفاش جا. وعاد زاد رانا طيبته بزاف، يعني حاولوا انكم تعطيوه اقل المده يعني ديال الطياب. فانا كنصور معكم الفوق ومشى لي من بالي بانه راه كاين في الفران. بالنسبه للقرعه فانا كيف ما شفتوا درت واحد الكويغيط اللي جمعت فيه كاع اللي فرواساك اللي انا عندي في الدار. يعني تقدروا تخدموا باي فواكه جافه عندكم نتوما في الدار. فهنا انا درت الاكاجو، درت الافيانا، درت اللوز، وخليته يعني في القنيات ديال هذيك القريعه تيتشوى اولا تيتقلى اولا تيتحمر في الفران مع هذيك القريعه. فمني خرجت القريعه فخرجت معها حتى هاد الفواكه الجافه، كنزيد عليهم كيف ما شفتوا ديك الزويته اللي طلقت لينا ديك القريعه اللي يعني شويناها بها. وكنزيد 3 ديال التمرات، وكنزيد شويه ديال الزنجان اللي تيكون محمر وشويه ديال القرفه. فكيف ما كنعرفوا كاملين القرفه كتماشى بشكل هائل مع القرعه، والتمر كيعطينا حتى ديك الحلاوه، كيزيد يبوتنسي لينا ديك الحلاوه ديال القرعه. كتجي ما عندي ما نقول لكم، شي حاجه اللي هي روعه فوق الخيال. داك الكونتراست ديال فروتو سيكوش وهذيك القرعه اللي كتكون حلوه، هذيك البزير، هذاك المليحه، ديك الزويته اللي تتعلق مع ديك القرعه، كيجي هائل بزاف. حاولوا انكم تجربوهم، وتقدروا حتى ديروا يعني تشويو القرعه وتمعسوها وديروا فيها كاع اللي فرواساك ديالكم اللي تقدروا تطحنوهم، وديروا فيهم شويه ديال القرفه وشويه ديال الزنجلان وتزينوا بهم مثلا غير طويجين ديالكم. ما ديروش مثلا بهذه الطريقه اللي انا درت. فهذا ما كان بالنسبه اليوم وبالنسبه للمقبلات اللي درت معكم، باش تقدروا اولا تقدروا تمولديو راسكم بانكم راه العيد جاي كناكلوا بزاف ديال اللحم. فنحاولوا نركزوا حتى على الخضر. فعافاكم حاولوا انكم ديروهم بطرق شتى من غير ان
ان ديك الزيوتات نقليو الدنجال اولا حتى القرعه. انا شفت حتى القرعه في المغرب كاين الناس اللي تيسلقوها وعاد كيرميوها في عرام ديال الزيت وتيمعسوها وكيديروا ليها حتى هي القرفه وتيديروا ليها الزنجلان، وكاين ناس اخرين اللي تيديروا فيها الزبده. فنحاولوا انكم تبعدوا من هذا الشيء. يعني هذا الشيء كامل اللي شفتوا راه ما واخدش حتى 2 معالق ديال الزيت، والزيت اللي هي صحيه، يعني زيت بلديه ماشي زيت نباتيه. فكنتمنى ان الاطباق ديال اليوم والافكار ديال اليوم تكون عجباتكم ونكون فدتكم. وما تنساونيش من الدعم، عافاكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، من الكومنتات ديالكم، من الاراء ديالكم سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه، غير تكون اراء اللي هي بتكون بناءه باش نزيد بالقناه القدام. ونتمنى ان الفيديو القادم ان شاء الله يعجبكم حتى هو، لان غادي تكون الفكره ديال فوكاتشا ديال الايطاليا ان شاء الله غادي نشاركها معكم. كنت غادي نشاركها معكم في هذا الفيديو وانما كان غادي يجي طويل بزاف. فالفيديو القادم ان شاء الله غادي ندير معكم هذه الفوكاتشا هذه اللي كنصايبها بساردينات وبالخضره هكا اللي كتقطع من الفوق تجي مفشفشه ورائعه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والله يعاون حتى المره اخرى.